قلت لكم زمان من 5-6 سنوات كده تقريبا رحت الحج وقابلني راجل صعيدي مفتول الشاربين، لابس العمة بتاع الصعيدة، حليق اللحية، لابس الجلابية البلدي ام كم الجميلة دي، ها، و اهلا مولانا الشيخ يعقوب، طخ بحضن يكسر ضلوعك كده جميل، وبوسه خد نص لحيتي في بقه. مش هاو كده، لا كده. بيغير على الصعايده. انا بحب الصعايده. لكم حبيتان. وقال لي انا احلى نفس جوزه بشده وانا بتفرج عليك في فضفضه يوم الجمعه. يا راجل جوزه وانت بتتفرج عليا. قال لي شوف يعني زي النفس لما بيعمل لي دماغ انت بتعمل لي دماغ. ما ينفعش. قال ينفع ما ينفعش، لا ينفع. المهم قعدنا مع بعض اتصاحبنا بقى، احنا بنقعد في المدينه 4 ايام. تقول سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم لو شافك وانت بتشرب جوزه ينفع؟ انت ازاي عن سيدنا النبي وجايب معاه الجوزه في الشنطه والقوالح والمعسل ناوي على هناك. المهم بفضل الله كسرنا جوزه ورمينا المنكرات دي الحمد لله، وتاب وبدأ عشان يقص شنبه، ودي كانت طبعا شغلانه. يقول لي عيب، اضطرينا ان احنا نقص شنبه قصه كويسه ويعفي لحيته واحده واحده يصلي الاوقات. كانت ميزه الراجل ده انه كلما سمع عن خير فعله، كل ما نقول حاجه على طول يعملها. 4 ايام في المدينه كان بفضل الله اتظبط، ورحنا مكه، عمل معانا العمره وقعدنا في مكه، ولازق فيا بقى. رحنا منى يوم الترويه، بعدين عرفه، نزلنا من عرفه بيتنا في مزدلفه كالعاده، مشينا من مزدلفه مشي الى منى، رمينا الجمرات، حلقنا ورحنا جاري على مكه نطوف ونسعى. فانا عاده دي طريقتنا، وانا نفسي اكلمكم مره عن الحج ده، لازم نعمل درس عن الحج، لازم. ليه؟ لان انا شايف الناس ماشيه في طريق غير طريق الحجة النبي صلى عليه، في تفريط شديد جدا، وفي فتاوى من كل الجهات تضيع الحج وتغير معالم الحج. الشاهد ان طبيعتنا ان احنا بننزل من عرفه الى مزدلفه، نبات في مزدلفه الى الفجر، مش قبل الفجر، الى اذان الفجر، يؤذن الفجر. طبعا بننام ليله مزدلفه، اول ما نوصل نصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ننام لحد قبل الفجر بساعه، نقوم قبل الفجر بساعه نصلي ركعتين، كم ركعه يعني كده مع الوتر، اذن الفجر ناذن، نصلي الفجر، نمشي على مهلنا كده بالراحه، نذكر الله لحد مشي على رجلينا لحد منى، نوصل لجمرة العقبة الكبرى، نرجم جمرة العقبة الكبرى ب7 حصيات، الحلاق قصاده نحلق، نرجع تاني على المعسكر بتاع منى بتاعنا، على المخيم، على الخيمة بتاع منى، نستحمى ونطيب ونغير ونلبس الملابس الجديدة، وننزل على الكعبة العروسة الجديدة اللي لابسة جديد هي كمان، نطوف ونسعى. هو بالمرة دي رمينا وحلقنا، قال لي انا هنزل مكة كده بالاحرام. يا عم انا ما بعملش كده، انا بروح الطيب الاول واتخلص من الهدوم دي، الواحد تعب خلاص بقى له 3 ايام. قال لي لا هننزل بالاحرام. قلت له خلاص انزل انت. طلقت 3 لا انت جاي. يا عم الحاج انا مش قادر امشي، والله ما قادر امشي، فاروح بس استحمى واروق وافطر. قال لي هنمشي. وفعلا جرني جرا الى مكه، طفنا وسعينا بالاحرام. بعد ما خلصنا الطواف وخلصنا السعي، صاحبكم بقى بيبقى اللي هو انا ببقى كده جهدي قليل وضعيف، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وقوي في رضاك ضعفنا. خلصان؟ قال لي انا عايز اصلي ركعتين في حجر اسماعيل. قلت له لا ارحمني بقى، لا مش هيحصل.
قال لي والله لا يحصل. وجرني جرا، فعلا دخلنا الى حجر اسماعيل، ووقف يصلي ركعتين وانا بصلي ركعتين جنبيه. خلصت ركعتين وهو ساجد في السجده الاخيره طول عم الحاج، وهو مطول بزقه فاذا هو ميت. ساجدا محرما في جوف الكعبه في حجر اسماعيل. والله ساعتها انا بقول لكم كده، قمت وقفت وكل اللي قلته يا رب، طب انا هو يموت الموتة دي، انا اللي بقالي سنين بدور على موت، هو يموت وانا قاعد اتفرج عليه، هو يموت الموتة دي، محرم ملبي ساجد في جوف الكعبة وانا قاعد اعالج الفتن. هي دي ارزاق. ليست العبرة بمن سبق، انما العبرة بمن صدق.